ازيكم؟ هنعمل النهارده وصفه جميله وسهله جدا وبسيطه بالشكل الجميل اللي قدامك ده. وصفه بالبتنجان. تابعيني لاخر الفيديو عشان تعرفي ايه هي الوصفه دي. بجد هتندمي ان انت ما جربتيش الوصفه التحفه دي. يلا بينا نشوف معانا ايه. في الاول كده انا معايا 3 من البتنجان او نص كيلو او الكميه اللي انت تحبيها. انا غاسله البتنجان. هاتي بقى الشوكه كده وحاولي تديله بس نفس في الشوكه بالشوكه كده. يعني هنخرمه بالشوكه او بالسكينه او فتحه كده صغيره خالص بالسكينه. يا كده يا كده. وهندخله طبعا الفرن. هنشويه في الفرن او على البوتاجاز او زي ما تحبي اشويه. انا هنا بعد ما شويتهم هبتدي بقى ان انا اقشرهم. وادي البتنجان بعد انا ما قشرته شلت اي قشر فيه. هاتي بقى السكينه كده وهنقطعه. خدي بالك مش هنهرسه ومش هننعمه زي البابا غنوج. احنا هنقطعه بس بالسكينه كده. طبعا اي سوائل في البتنجان انا مش عايزه في الوصفه اللي معايا دي اي سوائل خالص. هتخلص من اي سوائل في البتنجان عن طريق عن طريق المصفى. بعد انا ما قطعت كده البتنجان اللي معايا هحطه بقى في مصفى كده واحاول ان انا اتخلص من السوائل اللي فيه كلها بالشكل ده كده في مصفى. وحاولي تتخلصي من اي سوائل فيه عشان انا مش عايزه اي ميه في اي حاجه هشتغل فيها علشان ما تبوظليش الوصفه بتاعتي. دي الميه اللي طلعت منه. تعالي بقى نشوف بقيه المقادير اللي معانا. انا هنا معايا بهارات معايا ملح وفلفل اسمر وبابريكا وتوم مهروس وشويه من بهارات خلطه بهارات. ومعايا هنا بقى طماطم. انا عامله في الطماطم دي انا مقشره الطماطم ونزع منها اي بذر. يعني واخده اللحم بس. لازما تقشري الطماطم، ما ينفعش تعمليها بقشرها بالشكل ده كده وشايله منها البذر. ومعايا هنا بصل منعمه خالص. ومعايا حزمه او ربطه من البقدونس او الكرفس. ومعايا 5 معالق بقسماط. ومعايا البتنجان بتاعنا. خلاص هنركن بقى كل الكلام ده كده على جنب. وهاتي بقى البولة اللي هتشتغلي فيها. وهننزل الاول كده بالبتنجان في البوله بعد ما صفيت منه الميه وشلت اي سوائل فيه. كل المقادير اللي معايا دي يا جماعه ما فيهاش اي سوائل. خدي بالك، لا الطماطم ولا البصل ولا اي حاجه من دي فيها اي ميه. انا مش عايزه اي سوائل في الوصفه اللي معايا دي. يبقى انا حطيت البتنجان والطماطم والبصل والبقدونس. وهحط كمان البقسماط والبهارات. كل الكلام ده كده على بعضه بالظبط كده. طبعا الملح بقى حاولي ظبطي انت دنيتك، ظبطي انت الملح. ريحتها جميله قوي وهي بتتقلب. يعني مش عايزه اقولك، انا بنتي كلتها كده. انا بنتي كلتها كده من غير ما تدخل الفرن. وبالفعل شلت كده حوالي معلقتين او 3 كده كبار لبنتي. قالت يا ماما شيلهم لي انا هاكلهم كده. هي ممكن تتاكل كده على فكره كمان. تتاكل كده وتتاكل زمان شفتيها في اول الفيديو. الوصفة دي جميلة جدا جدا وطعمها حلو وصحية. انا بقى بقلب كل المقادير دي كده مع بعضها كويس.
تمام كده. انا هنا بعد ما قلبت كل المقادير مع بعضها كويس، بجيب بقى في بولة تانية شوية من الزيت زي ما انا وريتك كده في البولة الحمرا دي، وبس ببل ايدي بس كده شوية من الزيت علشان اعرف اشكل الكباب الجميل اللي معانا ده. شكلي بقى براحتك زي ما انت عايزه، عايزه مدور، عايزه صوابع، زي ما انت عايزه. انا هنا شكلته بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده. ده طبعا نرجع لراحتك انت بقى، زي ما انا قلتلك، زي ما انت عايزه شكليه. طبعا وفي صينيه، وهنشكل وهنرص في قلب الصينيه اللي معانا. خلاص انا كده خلصت كل الكميه اللي معايا، بدخلها بقى على الفرن على درجه حراره 225، وبحطها في الرف الوسطاني لحد ما تاخد لون من فوق ومن تحت وتبقى بالشكل التحفه ده. احلى كباب بتنجان في الدنيا، يا ريت تجربيها يعجبك جدا. يا ريت بقى لو الوصفه عجبتك اشتراك للقناه وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.